أصدقائي في القناة وأولاد حبايبي تيمور وطارق، أنا جبت لكم نماذج امتحانات لسنة تالتة، وإن شاء الله نحلها سوا، وبإذن الله ما يخرجش منها الامتحان. يلا بينا. موديل إكزام 1، نموذج امتحان رقم 1، listening. أول سؤال يا ولاد عندنا بيبقى listening اللي هو الاستماع، وده بيكون موجود فيه 4 كلمات، والأربع كلمات دول عليهم 6 درجات. يعني ده أهم سؤال عندنا في الامتحان، 4 كلمات هنحلهم وعليهم 6 درجات. طبعا بيبقى فيه حرف ناقص. السؤال بيقول listen and write the missing sounds. اسمع واكتب الأصوات المفقودة، يعني اللي هو الحرف الناقص. أول كلمة عندنا بتقول hair. hair يعني شعر. طبعا هو كان ناقص فيها حرف ال A، فلازم نراجع الكلمات كويس جدا علشان برضو ما ننساش الحروف وترتيبها. تاني كلمة عندنا بتقول king. king يعني ملك، king، وكان ناقص معانا حرف ال N. تالت كلمة معانا هي sky. يعني سما. وكان ناقص حرف ال K. رابع كلمة معانا هي whale. يعني حوت، والاتش عندنا silent، يعني مش هينفع نقول وهيل، لأ، بنقولها ويل. يعني حوت، كان ناقص حرف الاتش. كده انت ضمنت 6 درجات. أول 4 كلمات دول في السؤال ده 6 درجات، فياريت نحفظ الكلمات ونراجعها كويس جدا. تاني جزء عندنا اللي هو الريدنج، يبقى احنا خدنا الليسننج الاستماع وهو 4 كلمات وعليهم 6 درجات. تاني جزء معانا الريدنج اللي هو القراءة. choose the correct answer from A, B or C. اختار الإجابة الصح من A أو B أو C. السؤال عندنا بيقول let's go to the kitchen to have something to play ولا eat ولا draw. تعالوا نفهم معنى السؤال بيقول ايه. let's go to the kitchen، يلا نروح المطبخ. to have something علشان ناخد حاجة أو نجيب حاجة. to أكيد هنخش المطبخ علشان نجيب حاجة ناكلها. to play ولا eat ولا draw. طبعا الإجابة هتبقى eat، يبقى let's go to the kitchen to have something to eat، هيبقى الاختيار B. تاني سؤال بيقول what's the. هنا بيسأل سؤال فبيقول ايه هو. what يعني ما أو ماذا. what's يعني ماذا يكون، وذا يعني ال. طيب احنا عندنا عشان نعرف نكمل السؤال لازم نشوف الإجابة الأول بتقول ايه. I have a fever، أنا عندي حمى أو عندي سخونية. I have a fever، هو تعبان وعنده سخونية. طيب يبقى هيسأله هيقول له ايه مالك. what's the color ولا size ولا matter. يبقى احنا عشان نقول مالك فيك ايه نقولها ازاي. what's the matter مالك. فبيقول I have a fever، أنا عندي سخونية. السؤال التالت بيقول سلوى نقط زكاة. سلوى نقط زكاة. سلوى ايه بقى القطة، هنفهم مع بعض. feed زكاة، feeds زكاة، feeding زكاة. سلوى بتعمل ايه للقطة، بتأكل القطة، يبقى كلمة feed يعني يأكل. طب مع سلوى يعني شي. سلوى لو بدلناها بالضمير بتاعها
هتبقى she. مع he و she و it قلنا بنضيف للفيرب s أو es أو ies. طيب احنا عندنا هنا سلوى اللي هي she، هنختار أنهي إجابة؟ feed ولا feeds ولا feeding؟ طبعا هنختار feeds. يبقى سلوى feeds the cat. سلوى بتأكل القطة. Number 4. السؤال الرابع. They are to their mother. They are to their mother. هما بيعملوا ايه لمامتهم؟ talks ولا talking ولا talk؟ طبعا احنا عندنا they، ومع they الفعل ما ينفعش يبقى فيه اس ولا فيه اي اضافات. طيب في وجود they are يبقى هنا تركيبة ايه؟ المضارع المستمر اللي هو he و she و it أو I و we و they، تمام، زائد الفعل المساعد اللي هو verb to be، زائد الفيرب زائد ing. طيب هنا عندنا they are يبقى نختار الفيرب اللي فيه ايه ing. they are talking to their mother يبقى نختار الإجابة B. يبقى هما بيتكلموا مع مامتهم. they are talking to their mother هما بيتكلموا مع مامتهم. السؤال التالت في الامتحان اللي هو read and complete the text with the words in the box. اقرأ وكمل النص بالكلمات الموجودة في الصندوق. طبعا احنا عرفنا ان الشريط اللي هو بيبقى فيه كلمات ده بيسموه صندوق. والكلمات اللي عندنا في الصندوق اللي هي day live meters lakes. day يعني يوم، وليف يعني يعيش، وميترز يعني أمتار. لما يجي يقولك ده طوله متر يبقى ايه؟ ميترز جمع ميتر. بعد كده آخر كلمة اللي هي ليكس يعني بحيرات. ليكس يعني بحيرات. The hippo is a very large animal. سيد قشطة أو فرس النهر هو حيوان ضخم جدا. It is more than 3 meters long. طوله أطول من 3 متر. It lives in lakes and rivers. بيعيش في البحيرات والأنهار. It spends most of the day in water. بيقضي معظم وقته من اليوم في المية. Hippos can live from 40 to 50 years. أفراس النهر بتقدر تعيش من 40 ل50 سنة. يبقى احنا هنحل ازاي بقى السؤال ده؟ بيقولك the hippo is a very large animal. فرس النهر هو حيوان ضخم جدا. It is more than 3. طالما هنا بيقولك هو طوله أكتر من 3 ايه؟ أكيد مش يوم ولا يعيش ولا بحيرات، هيبقى أكتر من 3 متر اللي هو 3 meters. It lives in lakes and rivers. بيعيش فين؟ بيعيش في البحيرات lakes. تالت إجابة جاوبناها اللي هي It spends most of the day in water. بيعيش معظم وقته أو معظم يومه في المية اللي هو إيه؟ most of the day. It spends most of the day يعني بيقضي معظم وقته أو معظم يومه في الإيه؟ المية. يبقى معظم اليوم بتاعه بيقضيه في المية. Hippos can live from 40 to 50 years. طبعا احنا عايزين نقول مثلا ايه؟ بيعيش كام سنة؟ يبقى بيعيش ديت يعني live. يبقى hippos can live from 40 to 50 years.
يبقى أفراس النهر بتقدر تعيش من 40 سنة إلى 50 سنة. الجزء التاني من أسئلة الريدينج. Read the text and answer the questions. اقرأ النص وجاوب على الأسئلة. Today Jana and her brother are at the zoo. النهاردة جانا وأخوها في حديقة الحيوانات. They like animals. هما بيحبوا الحيوانات. There is a lion. موجود أسد. It's brown. لونه بني. It eats meat. بياكل لحمة. Jana's favorite zoo animal is the panda. حيوان جانا المفضل في حديقة الحيوانات هو الباندا. The panda is black and white. طبعا دب الباندا بيكون لونه أبيض في أسود. It eats bamboo. بياكل اللي هو إيه؟ نبات البامبو. Jana's brother likes giraffes. هنا بقى أخو جانا بيحب إيه؟ بيحب الزراف، اللي هو الزرافات يعني، جمع زرافة زراف. طيب تعالوا بقى نشوف الأسئلة بتقول إيه. Choose the correct answer from A, B or C. اختار الإجابة الصح من A أو B أو C. جانا is at the. جانا فين؟ at the هنختار circus ولا school ولا zoo. يبقى جانا is at the zoo. جانا في حديقة الحيوانات. السؤال التاني بيقول the lion eats. الأسد بياكل إيه؟ meat. بياكل لحمة. يبقى the lion eats meat. الأسد بياكل لحمة. سؤال B. Answer the following questions. جاوب على الأسئلة التالية. What do Jana and her brother like? إيه اللي بيحبه جانا وأخوها؟ They like animals. إحنا قلنا في القطعة إن هما بيحبوا إيه؟ الحيوانات. They like animals. هما بيحبوا الحيوانات. What does the panda eat? دب الباندا. الدب بتاع الباندا بياكل إيه؟ What does the panda eat? It eats bamboo. يبقى الباندا أو دب الباندا بياكل إيه؟ البامبو. والبامبو دوت اللي هو نبات اللي هو بنسميه البوص، وده بيبقى شكل زي القصب كده، عامل زي القصب بس مجوف من جوه، يعني فاضي مفهوش سكر يعني ولا الكلام ده. هو نبات شكل القصب كده بس ايه؟ مجوف من جوه، بنسميه بامبو، نبات البوص. بعد كده الجزء الأخير عندنا في الامتحان بيكون الرايتنج. والرايتنج اللي هو الكتابة. طبعا احنا عندنا الأسئلة عندنا 5 و 6 و 7، 3 أسئلة. تعالوا نشوف. Reorder words to make sentences. Reorder يعني ايه يا ولاد؟ Reorder يعني أعد ترتيب، يعني نعيد ترتيب الحاجة مرة تانية. words كلمات، to make عشان تعمل، sentences جمل. reorder words to make sentences. أعد ترتيب الكلمات علشان تكون جمل. look what acrobat does like the. وعشان نحل سؤال ترتيب الكلمات دوت عشان نعمل جمل لازم نعرف معنى كل كلمة. look يعني ايه؟ look يعني ينظر. what يعني ما أو ماذا. أكروبات اللي هو البهلوان. الكلمة اللي بعد كده معانا هي كلمة does. does يعني يفعل. طبعا احنا بنتكلم عن البهلوان، والبهلوان دوت هي أو شي، بهلوانة. ممكن تبقى بهلوان أو بهلوانة، فهتاخد does.
ولايك لايك يعني شكل أو يحب، وذا اللي هي قلب. طب احنا عايزين نقول هو البهلوان دوت شكله عامل ازاي، يبقى نقولها ازاي؟ يبقى what does the acrobat look like. يبقى what وبعديها الفعل المساعد اللي هو does عايدة على the acrobat اللي هو البهلوان. look like شكله عامل ازاي، ونحط علامة الاستفهام. يبقى what does the acrobat look like يعني البهلوان شكله عامل ازاي. السؤال التاني بيقول you أنت collecting تجمع to يفعل ولايك يحب وماجنتس اللي هو المغناطيس. يبقى احنا عندنا هنا عايز يقول انت بتحب تجمع المغناطيس، يبقى هنسأل بدو. Do you like collecting magnets؟ هل انت بتحب تجمع المغناطيس؟ السؤال رقم 6 question number 6 punctuate the following. صحح التالي. عندنا هنا punctuate اللي هو البنكتويشن اللي هو علامات الترقيم، وعلامات الترقيم بالنسبة لي اللي هي التصحيح اللي هو تصحيح الجمل أو الأسئلة. عندنا doctors and nurses help us. الجملة بتقول عندنا doctors and nurses help us. طالما مفيش what ولا do ولا الكلام ده يبقى ده جملة. هنا جملة بتبدأ بإيه؟ بفاعل، والفعل عندنا هنا اللي هو الدكتورز الدكاترة and nurses والممرضات. يبقى الدكاترة والممرضات help us يعني بيساعدونا. يبقى احنا عندنا أول حرف في الجملة بيكون capital doctors، يبقى دي هتبقى capital. يبقى doctors and nurses help us، وما ننساش الفول ستوب لأن ديت جملة طبعا في آخرها بنحط فول ستوب. يبقى doctors and nurses help us يعني الدكاترة والممرضات بيساعدونا. السؤال التاني بيقول طارق feels happy. طارق مبسوط أو طارق سعيد أو يشعر بالسعادة. يبقى أول حرف عندنا وده كده كده اسم، فأول حرف في الاسم عندنا بيكون كابيتال. يبقى التي عندنا في طارق هتبقى تي كابيتال. يبقى طارق feels happy ونحط الفول ستوب. آخر سؤال معانا في الامتحان question number 7 وده بيكون الباراجراف اللي هو الفقرة الإنشائية أو القطعة اللي احنا نكتبها. write a paragraph of 15 words using the following guiding elements. يبقى اكتب قطعة مكونة من 15 كلمة باستخدام العناصر الإرشادية التالية. يعني ايه العناصر الإرشادية التالية؟ يعني الكلمات اللي هو بيديها لك وانت هتعمل عليها باراجراف قطعة. عنوان الباراجراف بيتكلم عن My brother is sick. My brother is sick يعني أخويا مريض. الكلمات الموجودة عندنا هي sick مريض، a cough كحة، medicine دواء. هنكتب عنها باراجراف ازاي؟ هنحط كل كلمة في جملة، كل كلمة نحطها في جملة. My brother is very sick. أخويا مريض جدا. He has a cough and fever. هو عنده كحة وسخونية.
He goes to the doctor to take medicine. هو بيروح للدكتور علشان ياخد الدواء أو علشان يديله دواء. هنقولها تاني مع بعض. My brother is very sick. أخويا تعبان جدا أو مريض جدا. He has a cough and fever. هو عنده كحة وسخونية. He goes to the doctor. هو بيروح للدكتور to take medicine علشان يديله دواء ويخف طبعا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لكل الناس، وحاولوا تشاركوا الفيديو علشان نفيد أكبر عدد ممكن من أولادنا طلاب سنة تالتة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. شكرا جزيلا. Thank you so much.